أو تأثيرا على المواطنين. إن ثورة 25 يناير قد حققت أيها السادة نجاحات كبيرة، من أهمها كسر حاجز الخوف الذي زرعته قوى البغي والعدوان في صدور المواطنين، وأشاعت الشعور بالحرية والديمقراطية من جديد. وعلى كل مسؤول يتولى حكم مصر أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يتحمل معارضة بعض المواطنين ويصبر على ذلك. ومن هذه النجاحات أيضا أنها جعلت كل القوى والتوجهات السياسية والفكرية تعمل فوق الأرض وتحت النور، وهذا كسب كبير للحياة السياسية المصرية صدقوني. وأخشى مع كثيرين غيري كتبوا ذلك في الصحف، ومنهم رئيس تحرير جريدة الشروق، أن مزيدا من الضغط على الإسلاميين خاصة ربما ينزل بهم مرة أخرى إلى تحت الأرض. وقد عيب على الدكتور مرسي تقسيمه المجتمع المصري، ولكن هذه السياسة لا قدر الله ربما تدخلنا في النفق الجزائري. فاحذروا أيها السادة لصالح الوطن ومستقبله. ونقطة ثانية، أن ثورة 25 من يناير لن تنسخ ولن تستبدل، والكل يقولون حتى من قاموا بالحركة الأخيرة باستمرارها، وربما قالوا باستعادتها من خاطفيها، فهي قائمة دائمة بإذن الله في قلوب أصحابها من المؤمنين بها من جماهير المصريين، ولم يخرج عليها إلا الفاسدون المستغلون الذين حاربوها بكل سلاح. ومن الخطل السياسي بل من العار على كل الثوار أن يتعاونوا مع أمثال هؤلاء، أو يشاركونهم التظاهر، أو يستدعونهم إلى المشهد السياسي من جديد. ومن يسمح لنفسه بأن يظهر مع هذه الرموز المعروفة جيدا للشعب المصري فإنما يقامر بمستقبله ويسيء إلى نفسه لا إلى الثورة. وأقول أخيرا في نقاط موجزة، وقد كثر المتحولون والانتهازيون في هذه الأيام. أولا، إن من تسمعونه الآن قد حارب الإرهاب والفكر الإرهابي منذ أكثر من 50 عاما، ولم أتوقف عن الكتابة ضده وتحذير الشباب المسلم منه. وأعرف جيدا الفرق بين التدين الصحيح والفكر الإسلامي الوسطي وبين الإرهاب. وفي مؤتمر أخير لكلية دار العلوم منذ أسبوعين فقط حذرت من حملة هذا الفكر الذي ذر برأسه الكريه في شبه جزيرة سيناء العزيزة علينا جميعا. وأنني كنت في مجلس الشورى بحمد الله، كما كنت طوال حياتي كلها أعارض الأخطاء بكل قوة، ويعرف ذلك الجميع. وما تزال في خزانة المجلس أوراق مني تقدمت بها، وخاصة خلال الأزمة الأخيرة قياما بالواجب علي، فليطالعها من يشاء. وأنني أحب كل جندي مصري لأنه يحميني ويدفع عن وطني. وكلما مررت على أحدهم من حراس مجلس الشورى فإنني أحيي كل جندي عسكري، وأكاد أعانقه علم الله. لكنني لا أرضى لقواتنا المسلحة أن تتورط في السياسة والحكم، فهي مستنقع كبير، وعليها أن تسارع للعودة إلى واجباتها الدائمة
كما أعلنت هي من قبل، وأن يشارك قادتها في موضوعية وتواضع وسلامة صدر في البحث عن حل لمشكلاتنا الراهنة، وأنني مع وجودي في الساحة السياسية أو الوطنية في الحقيقة فلا عمل لي بالسياسة الحزبية، ودوري في العديد من المؤسسات أنني لا أنتمي منذ نصف قرن وزيادة إلى أي من الأحزاب أو الجماعات أو الهيئات السياسية، ومن ثم فإني أقول ما أقول حبا بوطني وحرصا على أهله وأبنائه جميعا وإنصافا للمظلومين منهم، فلسوف يأتي يوم يحاسبنا الله فيه جميعا ونحن وقوف بين يديه دون رتب أو مناصب أو حكم أو نحوه، وليس الوطن ملكا لفئة أو مؤسسة بعينها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. حسن الشافعي.